вдали, где на семи ветрах один мотив в сердцах. Через тернии прямо к звездам, выше, дальше так легко и просто. Мы начнем и только побеждаем. Если падаем, то вновь взлетаем. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит. Без тебя никогда не победит. За спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное неважно. Неважно, что скажут, забью и промажу, упаду, встану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу мечтам есть свойство сбываться. Наша цель высоко-высоко, но с нашей командой мы сможем добраться. Есть мечты, их нельзя измерить, И друзья, в которых стоит верить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый в своем деле. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда, и она без тебя высоко не взлетит. Без тебя اكيد جيت نشجع المنتخب المغربي وتقريبا احنا كنتمناو جميع الفرق العربيه ان شاء الله يقدموا مستوى جيد وطيب. كانت طويله بس اول يوم يعني متعب، بس ثاني يوم تنسى التعب اللي تعبته. الاجواء جد ممتازه ورائعه، والاستقبال كان جد رائع، يعني بالناس راقيه وما كاينش مشاكل، ما كاينش، الكل فرحان. المغرب كما نقولوا حنا طاح في مجموعه صعبه، يعني بوجود البرتغال والاسبانيا وحتى قوه المنتخب الايراني ما كنستهنوش بالقوه ديالو، فكنظن صعبه ولكن ماشي مستحيله. المغربي عنده لاعبين يلعبوا في اعلى مستوى، قادر يقدم مقابلات كبيره ولما لا التاهل. الجزائر خاوه، راه ماشي هذه زعما حد الكاميرا، خاوه قسما بالله من القلب. يعني الجزائر كنحس بهم خوتنا، تمنيتكم كانوا معنا هنايا حيت عندهم لاعبين كبار، محرز، عندهم لاعبين سليماني، عندهم منتخب كبير. ما دوماج ما تاهلش، كان يقدم مستويات كبير. حنا تصدمنا انه ما داش. والمنتخب والشعب المغربي راه حنايا ديما زاهين والحمد لله، وديما فرحانين، وفيما مشينا كنخلقوها كما كنقولوا. الشعب المغربي راه كنقول لهم ما كرهتكمش شكون كاع الشعب كان هنايا، راه الاجواء جد رائعه، وان شاء الله المغربي يشرفنا في هذا الكاس العالم، ونقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله، وديما وداد. المنتخبات العربيه الحظوظ ديالهم باش يوصلوا للدور القادم شويه صعبه، ولكن نتمناو لهم التوفيق. الاستقبال كان رائع صراحه، الناس طيبين، بوليس ديالهم مزيان. لا اللغه المشكل اللي ما كيفهموش هو لونجلي، ما كيدويوش بها، هو شويه كان، ولكن اشارات وهاد الانترنت وهادشي كيفهموا داكشي. الحمد لله انا كلشي مزيان، وديما مغرب وديما الجيري وديما عرب. شكرا خويا. الاستقبال كان من خاوتنا هنا الجزائريين اللي راهم عايشين هنا في موسكو، يعطيهم الصحه اللي ما خلاوناش ووقفوا معنا بكاع الامكانيات اللي يقدروا عليها، مثل الفريق الوطني اللي ما شاركش في المونديال. مي محبين الفريق الوطني راهم في موسكو هنايا وحاضرين بقوه. علي زيات، مراسل وكاله الاخبار العربيه، القاهره.
مشوار الفرق العربية الأربعة في بطولة كأس العالم، يعني احنا بالبداية بنتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في البطولة. المشوار مش هيكون سهل، في مجموعات صعبة زي مجموعة المغرب معاها أسبانيا ومعاها البرتغال ومعاها فرق قوية، يعني محتاجة تقدم أداء قوي عشان تقدر تحقق الصعود إلى دور ال16 في البطولة. منتخب مصر يمكن مجموعته اختلفت عليها الآراء، ناس جماهير كتيرة بتقول إن المجموعة سهلة وجماهير تاني بتقول المجموعة صعبة. المجموعة فيها البلد المنظم، ده حاجة برضو يعني بيعمل ضغط جماهيري على اي فريق لما تلعب في البلد صاحب الارض ومنظم البطوله. معاك كمان منتخب قوي زي منتخب الاوروجواي، في 2 من اخطر مهاجمين العالم، اذا كان لويس سواريز ولا إيديفون كافاني. يعني المنتخبات، والمنتخب طبعا السعوديه العربي الشقيق منتخب قوي. يعني ال3 فرق اللي في مجموعه منتخب مصر برضو يعني على ناس كتير قالوا ان هي مجموعه سهله، بس انا شايف ان المجموعه صعبه جدا، هيكون فيها مباريات صعبه، وبتمنى صعود المنتخبات العربيه في كل الادوار. منتخب تونس مجموعته برضو مش هتكون سهله، معاه بلجيكا ومعاه انجلترا ومعاه بنما. يعني المنتخبات العربيه محتاجه ان هي تقدم اداء قوي، اداء ممتاز، تبذل مجهود عشان تقدر تحقق الصعود لدور ال16، وان شاء الله نتمنى ان المنتخبات العربيه تحقق اكبر قدر ممكن من الصعود والوصول للادوار النهائيه. طبعا كاس العالم تنظيم بطوله كبيره زي دي بيكون صعب على اي دوله، حاجه مش سهله. احنا كاعلاميين وصحفيين وصلنا روسيا هنا في الايام القليله الماضيه، عملية تنظيم دخول الإعلام وإعطاء التصاريح ليهم كانت ماشية بسلاسة، مع الوضع في الاعتبار أن عملية زي دي مع الضغط الجماهيري مع الضغط الإعلامي. وسائل الإعلام 32 فريق وأكتر من كده بيجوا عشان يتابعوا المنتخبات، كل فريق بيجي معاه أكتر من 10 مؤسسات إعلامية وصحفية، فالموضوع برضو مش سهل ان انت تسمح لكل وسائل الاعلام التواجد وتنظيم بطولة كبيرة زي البطولة كاس العالم. وان شاء الله برضو نتمنى التوفيق لكل وسائل الاعلام في التغطيات الممتازة، يقدروا يقدموا تغطيات تفيد جماهير بلدانهم. كبيرة طبعا عدم مشاركة منتخب الجزائر في البطولة. منتخب الجزائر كان موجود في كأس العالم 2014، قدم مباريات ممتازة، رفع راس العرب. مباراة ألمانيا كلنا فاكرينها وفاكرين الأداء كان عامل إزاي. فعدم وجود منتخب الجزائر بما يملكه من لاعبين محترفين أقوياء دي خسارة، مش بس للجزائر، خسارة لكل الجماهير العربية. ان احنا ننحرم من اداء منتخب الجزائر في كاس العالم 2018 هنا في روسيا، اكيد خساره لكل الجماهير العربيه. ونتمنى ان شاء الله التوفيق ان منتخب الجزائر يقدر يعود ويبقى متواجد في كاس العالم القادمه في 2022 ويمتعنا بالاداء الكره المعهوده بتاعته. Okay, I think the Peruvian team is a great team because it has a very good group inside. There's a lot. That's more than 36 years that we are not in a World Cup. So I think we're gonna do good things. We're gonna reach maybe quarterfinals or something like that, and we hope the Peruvian team make a great World Cup. At far we are just second day in Russia. I think people it's very different from Latin American people. I think it's some kind of complicated with the language. And I think we are just 2 days, so I think we are gonna be, it's getting better. So as far we are doing something strange with language and even the money. We are from St. Petersburg. We are here as tourists, and it's very interesting for us not only to visit our capital city, but also to have a look to see different preparations for the championship. And I hope Russia will be the first one, will be the champion. We think that our football players are very good, very talented, and I think it is necessary to have some more luck for them, and they will be
the best of all, and I hope they can do everything to receive the first prize. I think that it will be in the next period that your team can take part in this championship, and we wish you luck and we wish you to take part in the next championship. Shubhayan Mukherjee, and that's Christina Mukherjee. We're from Mexico. So yeah, we think Mexico will do well in the World Cup, but I think the favorites are still Brazil and Germany, most likely. But we want Mexico to do really well. This is our third World Cup. We went to South Africa for 2010, 2014 we were in Brazil, and this 2018 in Russia. We're very lucky. It's a once-in-a-lifetime kind of opportunity, and Russia has been a very welcoming host, so we're very happy to be here. Algeria is one of the strongest teams from Northern Africa, and now this time we have two other North Africa teams. It would be good with Algeria because they were there in the last World Cup and they did very well. So it's a little bit sad that they're not here, but maybe next time. In Qatar, I think Algeria will do well. اسمي أحمد معتز من مصر. أنا جيت من القاهرة علشان أشجع منتخب بلدي منتخب مصر ونشجع باقي المنتخبات العربية، وإن شاء الله يعني تبقى كأس عالم موفقة بكل البلاد العربية، سواء مصر سواء السعودية سواء تونس أو المغرب. واعتقد ان اقوى المنتخبات العربيه المتواجده دلوقتي ممكن منتخب تونس او المغرب. يعني منتخب مصر لا كويس وقوي وعندنا محمد صلاح وكل حاجه، بس التجارب الوديه اللي في الاول ما كانتش على قد طموح الجماهير المصريه، بس متفائلين بيهم خير ان شاء الله، وان شاء الله يعني نعدي من الدور الاول والدور الثاني معانا محمد صلاح، وان شاء الله بالتوفيق لباقي المنتخبات العربيه اللي موجوده في البطوله. وبالنسبه لمنتخب الجزائر الشقيق يعني هارد لك ان شاء الله، كؤوس العالم اللي جايه انتوا موجودين فيها، بس انتوا كانكم موجودين معانا، يعني احنا واحد، احنا كلنا اخوات وعرب، موفقين ان شاء الله في البطولات اللي جايه، وان شاء الله نبقى زيكم في كاس العالم 2014. شرفتونا وان شاء الله نشرف العرب زيكم ان شاء الله. Estoy seguro que Colombia va a pasar a la segunda ronda y vamos a hacer un mejor desempeño que lo que hicimos en el Mundial de Brasil 2014. Estamos muy optimistas todos los colombianos. Tenemos un buen equipo. فرصة هذه باش جينا لموسكو، وبلاد تبارك الله عنده ثقافة كبيرة ومحظوظين باش نجيو نتفرجوا في المنتخب ديالنا ونشجعوه. ايوا الله يوفقه، هادشي اللي نطلبوا. المنتخب الجزائري كنعرفوا القوة ديالو في افريقيا وفي البطولات العالمية، والحظ على كرة القدم هي هذه. ما جلسي حنا محظوظين باش نحضروا لهاد الجوادة ديال المونديال ونشجعوا المنتخب الوطني ان شاء الله، علاش لا يدوز للدور الثاني، وهادشي اللي كنتمناو. الاجواء هنا في روسيا مزيانه، الشعب ديالهم مزيان، ثقافه زوينه، يعني كما قلتي محظوظين اننا نحضروا لروسيا. بحال المنتخب المغربي طاح في واحد المجموعه اللي صعيبه، بحال المنتخب البرتغالي اللي هو البطل اوروبا، منتخب اسبانيا اللي فاز بالدوره ديال 2010 ديال كاس العالم، يعني هما المحظوظ، هما الارجح باش يدوزوا الاولى، ولكن المنتخب الوطني مع المشجعين وهذا الحضور ديال المغاربه علاش لا ندوزوا للدور الثاني، وعلاش لا كاع الربع النهائي ان شاء الله. كما شفتي في 2014 دار المنتخب الجزائري واحد الدوره اللي كلشي المغاربه ولا العرب كاع كاملين شجعوهم وكذا، وتا المنتخب الجزائري في هذه الدوره ديال 2018 كانت عندهم مجموعه اللي شويه قويه، ولكن هما فنيا اللعابه ديالها زوينين يعني قويين، ولكن ما سعفهمش الحظ يطلعوا. ودابا نشجع المنتخب الوطني المغربي كاملين كعرب، ولا المنتخب المصري ولا السعودي ولا التونسي، يعني كاملنا عرب، وكنتمنوا الحظ لجميع الفرق العربيه. لا انا اسمي ستيبان بهاء الدين، انا من موسكو، ولدت هنا ودرست اللغه العربيه لمده 6 سنوات، والحمد لله تخرجت هذه السنه. اكيد روسيا عشان انا روسي، بس انا مع كل منتخبات عربية. في الواقع
يعني اكيد لا يوصل اي فريق عربيه الى النهايه، بس انا اتمنى لكم فرصه سعيده وكل شيء. واريد ان اقول ايضا ان هذا كاس العالم ليس فقط فرصه لدول العربيه ان نزور بلدنا بس، بل فرصه لنا روسيا لأراكم أن روسيا بلد حلوة آمنة، وأهلا وسهلا ومرحبا وألف مرحبا في بلدي أنا وفي بلادنا. للأسف الشديد أنا أحب منتخب الجزائر، وشفت المباراة الماضية مع البرتغال. والله عجبني الشعب الجزائري. والله بين روسيا والجزائر علاقات كويسة، علاقات جيدة، وأنا أتمنى لكل جزائري أن أزور روسيا حتى مرة واحدة في الحياة، وتشوف أن روسيا بلد حلوة ونحب الجزائر، وما في أي مشكلة هنا، الدولة آمنة كل شيء. This is Alejandro. I come from Argentina. I feel very exciting about to stay here with my friends. It's a very good opportunity to stay in Russia. About your question, first I had a good sense to Argentina win a lot of match. I don't know if they win the tournament, but I hope. Argentina love Argelian. Argentina love you. Okay, come on, Argelian, come on! I love you. About for Argelia, it's a good opportunity, but Argelia is very new to the old open in the world. Hey, I'm very good luck to Argelia. Thank you for the good thing, Argelian. Come on, Argelia! Come on! Messi and Argelian together. See you. Bye, see you, Argelia. السياحة ما شاء الله، وكانت بيان تري بيان، والناس موسكو يرحبوا بكم في أي وقت. منتخب في المونديال أنا أرشح منتخب الأرجنتيني فوز بكأس العالم هذا العام إن شاء الله. مصر والمغرب يديروا حاجة هذا العام، سورتو مصر إن شاء الله ستوصل للكارت فينال إن شاء الله. السلام عليكم. أنا أحمد من مصر. جيت أنا والأسرة علشان نشجع المنتخب المصري ومحمد صلاح، وروسيا بلد جميلة، واستمتعت ان انا جيت النهارده هنا وشفت الجزائريين اللي هم عاملين معايا اللقاء، واتمنى للجزائر في الكاس العالم الجاي تكون موجوده. تماما، احنا محظوظين حقا، وبالمناسبه كنشكروا المنتخب الوطني اللي عطانا هذه الفرصه هذه باش نجيو لروسيا وباش نشجعوه حتى هو ان شاء الله. الحظوظ ما يمكنش نقول لك الحظوظ، لان كره القدم راك عارف ما عندهاش منطق. نقدر نقول لك نرتب لك القوه. كاين المنتخب المغربي كيتبعوا المنتخب التونسي، المصري والمنتخب السعودي. بالنسبه لي انا رايي الشخصي وصافي. شجع المنتخبات طبعا العربيه كلها وخاصه مصر، يكونوا دائما قويين ويفوزوا دائما بكاس العالم. انا كنت زعلان لانهم لم يشاركوا بالكاس العالم هذه السنه، لكن ان شاء الله بكاس العالم الجاي يشاركوا ويفوزوا ان شاء الله. We are a group of 7. We are so excited in this World Cup. We want to win. We want to bring the cup to our country. In my opinion, it's my first World Cup, so I'm a little more excited than my friends. So we hope to win the World Cup and bring the cup to Argentina. I think we have to show our flags. We have to sing our songs. I think we are so popular in the world. So we have very many. Let me think. Many ways to promote our team. Sing the flags, the people in general. اسمي الياس خان من اليمن.
اي والله كانت تحضيرات يعني من قبل 6-7 أشهر من يناير، فاخذنا التذاكر واستعدينا للسفره، والسفره كانت طويله بس الحمد لله لسه وصلت امبارح. اتمنى يعني انه يكون حظها حلو جدا ويوصلوا للنهائيات ان شاء الله، ونحن كلنا انا وابني عمر وزوجتي هبه كمان بنشجعهم بقوه. صراحة فرحة لا توصف، حيت هذه الفرصة ما كتجيش كل عام، كتجي من 4 سنين، والمنتخب ديالنا هذه 20 عام تقريبا ما شاركش، يعني كانت فرصة كبيرة لينا. شحال حنا كنا صغارين في شارك المنتخب آخر مرة في 88، يعني كانت فرصة، هذه فرصة بحال عظيمة لينا باش نجيو نشوفوا المونديال هنايا. I feel really lucky because this is a chance not only to see football but to explore and different cultures and different countries all over the world. I didn't make it to the World Cup, but I feel that they have a great team and they can make it to Qatar. Yeah, there's a rivalry. I'm feeling good now because I'm here to support my country, Nigeria, at the World Cup. I think we'll go far in the World Cup because I believe in my country. I believe they play well. مهند حميد السفياني من السعودية. الحمد لله يعني هذا كان حلم والحمد لله تحقق بأني أحضر كأس العالم. يعني مرت صدفة واللهم لك الحمد. إن شاء الله حاضرين اللهم لك الحمد، ونتمنى الفوز للمنتخب السعودي التأهل لدور 16 بإذن الله وكل الدول العربية. والله أنا أتوقع إن شاء الله بإذن الله السعودية، مصر، المغرب بإذن الله. شوف الجزائر والله ما قصروا الصراحة، يعني تقريبا 4 مونديالات أو 3 مونديالات السابقة ما قصر، شرفوا العرب، كانت تقريبا الدولة الوحيدة اللي مشرفة العرب، والحمد لله يعني كبوة حصان إن شاء الله إن الله يقدرهم إن شاء الله ويشاركوا في المونديال القادم بإذن الله.